مباراة في شوطين مختلفين. الشوط الأول يعني فريق الفتح كان متحمس، كان هو سباق لأي كرة، ربح الثنائيات، كان عنده رغبة أكثر منا. حنا ما دخلناش الشوط الأول. يمكن دائما اللاعب المغربي أنا دائما تقول فهو لاعب عقلية هاوية جدا، لأنه دائما ما كيسمع غير السمية أمل الفتح. ما تنساش راه بعض اللاعبين كيلعبوا كيتدربوا، وبعض اللاعبين كيدخلوا في الشوط الثاني يلعبوا اليوم مع الفريق امل الفتح عنده لاعبين اللي مكونين. دائما حنا كنسمعوا ديك امل الفتح يعني الكونسونطراسيون ما كانتش في الشوط الاول. قلنا راه غندخلوا نلقاو واحد الفريق شاب يمكن غنتصلوا عليه بكل سهوله، عكس الفريق الاخر كتشوفوا انه باغي يبين، باغي يوصل لقسم الفريق الاول، باغي يصعد. شاف جمهور، شاف ملعب المستوى، يعني قدم شوط اول جيد جدا، كان اكثر تركيز، اكثر رغبه. العكس حنا دخلنا مرخيين للمباراه. لذلك فدائما انا تنقول اللاعب المغربي لاعب هاوي، يعني اكثريه هاوي، دائما تيشوف الخصم، ما كيشوفش المباراه، تكون دائما تسميد الخصم عاد كيكون الكونسونطراسيون. انا لا عقلت فاش كنت لاعب محترف مع الرجاء البيضاوي، واخا ما كانش عندنا احتراف، يمكن فزت معاهم 16 لقب. علاش كنا فزنا؟ يلا كنرجع كاسيطه، لان حنا كنا كنلعبوا مع اي فريق بنفس المستوى، كنا واخا ما كانش الاحتراف 100%، ولكن كنا محترفين وفزنا بالقاب خارجيه وداخليه، يعني واحد 16 لقب تقريبا. اللي هاد الالقاب هذه علاش؟ لان ما كنقولش لك، كنبغي نشرح لك غير على قبل عقليه اللاعب المغربي. دائما تيشوف الخصم قبل ما يشوف يعني مع من اللاعب، واش الخصم قوي، واش عنده تاريخ، واش اذا كتسمع غير هذيك امل الفتح، يعني كان واحد الشوط الاول يعني ما كناش في المستوى، كان الفريق خصم افضل منا، درنا اخطاء ديال الاهداف، يعني عطينا واحد الهدايا، كان الكره خصها تحيد، كان واحد ميزون طونط دو فوا. يمكن الشوط الثاني، الشوط الاول كله الفريق الفتح امل الفتح اللي كانوا افضل منا بكل صراحه. الشوط الثاني كنا يمكن بعد واحد التغييرات وبعد واحد المحادثات الفريق يمكن دخل بروح اخرى، دخل قدم افضل، كان افضل، كنا ننتصروا في هذه المباراه. يعني رغم ان بات لي 6 دقائق كان اكثر، لان فريق الامال من هزينا الريتم بدا كيطيح، بداو اللاعبين ديالهم كيشدوا كرومب، بداو ما بقاوش باغيين كيهرسوا لنا الريتم، لان كل ما هرسوش الريتم كنا نسجلوا. ضيعنا 3 اهداف، ولا سيما هدفين كانوا واضحين اللي ضيعناهم، وحده بكره راسيه امام المرمى، وحده عاوتاني دخلنا حتى المرمى الخصم وضيعناها. كنا ننتصروا في الشوط الثاني كبير، كنشكر اللاعبين على رده الفعل. يمكن الشوط الثاني هو اللي الحمد لله جا يعني ريحنا شويه وفرحنا. اما الشوط الاول كان مخيب الامال. هذه هي خلاصه القول ديالي. شوط كان سيء، شوط كان الفريق الفتح، وشوط كان لينا، وهذه هي كره القدم. ضيعنا نقطتين مهمتين، ولكن خص اللاعبين يعرفوا ان الاياب كيكون صعيب بزاف. خصنا نزيدو نتكونسونطراو، ما نحطوش اخطاء، ما نديروش اخطاء اللي حقيقه اللي غادي نخلصوا عليها كثير. يمكن بعض اللاعبين اللي دخلوا جداد باقي ما ولفوش، يمكن الملعب الجمهور، يمكن كاين اللي بعض المرات كيشوف هذه الاجواء بحال هكا ديال انها اجواء ديال القسم الوطني الاول. كاين اللي كيكون يمكن كيزيد يعطيك، يكون اللعب ديالو ايجابي، كيكون العكس، داك الشيء كيكون عنده تخوف وكيكون سلبي وما كيظهرش بداك المستوى اللي عنده. يقدر يكون هو في مستوى، ولكن من شاف الجمهور، شاف الاجواء، يقدر يمكن جات بانيكا. ولكن ان شاء الله انا اللي عجبتني هو الشوط الثاني، رده الفعل. مباراه دابا جميع المباريات هما مباريات نهائيات، فيعني كل مباراه ما خصنا نركزوا. يمكن ما تسجل علينا حتى هدف في الملعب اليوم، تسجلوا هدفين في الشوط الاول بالاخطاء ديالنا. ان شاء الله نصلحوا الاخطاء ديالنا ونستمروا ونزيدوا نحسنوا المستوى ديالنا وما نرتكبوش هذه الاخطاء. الحقيقه هو جبيره في الشوط الاول ماشي كل ما كانش، كناش كاملين، يعني اللاعبين كلهم ما قدموش. لان كنقول لك شوف، انا بالخبره ديالي دائما تنقول للاعبين ما تشوفوش الخصم، ولكن دائما اللاعب يعني ما عندوش فكر محترف كبير. دائما كنسمع لك امال انتصرت على النادي القنيطري، تعادلت مع النادي القنيطري وانتصرت على تيزنيت، راه عندهم لاعبين في مستوى، وكاين شي 4 لاعبين كيزلوا من الفريق الكبير. حنا كنشوفوا الامال كنصعبهم راه دراري صغار، حيت راه غادي ننتصروا عليهم بكل سهوله. هنا ما دخلناش مزيان مركزين في الشوط الاول. جبيره اولا ما كاش يعني لولا اصابه ديال السنايكي اللي تصاب في المباراه الماضيه، جبيره كنا خصنا ندخلوا
بشويه بشويه، ولكن ما كانش عندنا خيار. ولكن دار الشوط الثاني في المستوى يمكن غادي ينفعنا من بعد التجربه ديالو، غادي ينفعنا لانه عنده اكسبيريونس وعنده كما معروف هو باللياقه البدنيه. ان شاء الله كما نفعنا دابا هاشمي ان شاء الله حتى جبيره ان شاء الله ياخذ اللياقه البدنيه ديالو، مباراه اخرى يقدر يكون يعطي افضل. الشوط الثاني كان افضل، وكما قلت لك الشوط الاول كله كنا حنا ما كناش مستوى لان ما دخلناش المباراه، لونطا كان عندنا سيء. واللي زاد هو الاهداف، يعني كل ما تسجلش عندنا اهداف كان يلقى عندنا يعني واحد لا شونس باش ننتصر. ورغم ذلك انا كنشجع اللاعبين لان كانت سيطره واضحه كامله في الشوط الاول الثاني وضيعنا، كنا ننتصروا يعني كنا ننتصروا. واحد جوج كواري خرجوا من الشبكه كانوا يتسجلوا. انا راضي على الفريق الشوط الثاني، الشوط الاول غير راضي. نتمنى ان شاء الله ما نصحوا الاخطاء ديالنا وكره القدم يجي.